السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وعودة لفيديوهات. كان بقالنا فترة متوقفين عن إصدار الفيديوهات لظروف خاصة نعتذر لكم فيها، ولكن إن شاء الله هنبتدي مع بعض واحدة واحدة كده نعمل كل الفيديوهات اللي احنا اتعودنا عليها. الفيديو الأولاني اللي موجود بعد العودة ده من طريق الصفطاوي، وده بيبين قد إيه ابتدت التقسيمة اللي هيتم فيها العمل لمسار مونوريل مدينة 6 أكتوبر داخل شارع الصفطاوي. طريق الصفطاوي مخطط له إن هو هيكون محور رئيسي في قلب المنطقة بشكل كبير جدا، وهيكون موازي لطريق البراجيل أو محور 26 يوليو، ولكن هيشهد تطورات كبيرة جدا. زي ما احنا شايفين فعلا الطريق محتاج تطوير. الرسمة المخطط لها اللي هو هيكون في نص الطريق هيكون فيه الأعمدة الحاملة اللي هتشيل مونوريل مدينة 6 أكتوبر. الطريق متقسم إلى نصين حتى الآن. الجزء الأولاني ده الجزء اللي قريب من المحطة أو الجزء الأول من الطريق، وده اللي تم عمل الحواجز الفاصلة والتقسيمة تجهيزا لبدء العمل في المنطقة دي، وده تقريبا لحد نص الطريق. النص التاني حتى الآن لسه ما تمش البدء في وضع الحواجز اللي موجودة في نص الطريق ديت. التقسيمة اتغيرت لأن كان الأول هيقفلوا الشارع بالكامل، دلوقتي هم لا مقررين إن هم هياخدوا الحيز اللي هيتم الشغل فيه بس، لأن طبعا ده هيأثر على الأهالي بشكل كبير جدا، وهيأثر على الخدمات اللي موجودة في الطريق، خاصة إن الطريق يعتبر من الطرق الرئيسية لأهل المنطقة. خلال فترة قريبة جدا هيبتدي العمل في المرحلة الأولانية من محور الصفطاوي الجديد. ده طبعا الجزء التاني من الطريق، واللي حتى الآن لم يتم عمل الحواجز اللي هيشتغلوا فيها، لأن طبعا هو هيشتغلوا على مرحلة أولانية عشان ما يأثروش على السيولة بتاعة المرور.